بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. انا النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. انا النهارده رحت اسمها ايه دي رنين. جبت من هناك المروحه، وجبت كاتل، وجبت كبه، وجبت اسمه ايه ده مبرد ميه غير المبرد اللي انا قلتلكوا عليه. اول حاجه كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد و... واعملوا لي اللايك بتاعكم الجميل، واشتركوا في القناه عشان قناتنا تكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله. اول حاجه زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، اللي ما شافش الفيديو اللي فات يرجع يشوفه. انا جبت مبرد اسمه سوكاني، وطلع مش حلو خالص خالص خالص. طلع مش بيسقع سقعية خفيفة خالص، وبيفصل. المية تسخن وبعد كده ترجع تاني تقعدي ساعة الا ربع تستني لحد اما المية تسقع. فبصراحة كان مش حلو خالص. مش عارفة ده عيب صناعة ولا ده هو كده. المهم ايه، رحنا عشان انت ليكي ترجعيه بعد 14 يوم. يعني في خلال 14 يوم من الشراء ليكي ان انت ترجعيه. بصوا، انا الاول صورت لكم جولة كده وانا في رنين، عشان هو اصلا ممنوع التصوير. فانا صورت لكم كده حاجات بسيطة. قلت برضو ايه تشوفوها وتشوفوا اسعارها. انا ما جريتش الفيديو، انا مشيته بالراحة علشان تشوفوا ايه الاسعار وتشوفوا الحاجة ماشي، وانا بكلمكم الكلمتين دول. المهم ايه، رحت. هو انت ليكي ان انت تغيري من المكان اللي انت اشتريتي منه في خلال 14 يوم، ده بيبقى مكتوب في الفاتورة اللي انت بتشتري بيها. بعد ال 14 يوم بتتصلي بقى بالخدمة العملاء او الصيانة او كده، وهم بقى بيجوا يشوفوه ويشوفوا ايه العيب اللي فيه ويصلحوه. فانا طبعا كان كده كده معايا وقت ان انا اغيره. ليه اتصل بالصيانه ويجوا يوم ما يشوفوه ويصلحوه وهو لسه اصلا ما بقالوش كام يوم؟ ليه ادخل حد يصلحوه؟ فقلت لا، انا هروح اوديه ايه المكان اللي انا اشتريت منه. انا كنت شاريه من رنين. رحت رنين وكده. طبعا هم ناس محترمين جدا، منتهى الذوق ومؤدبين وما عندهمش اي مشكله من اي حاجه. رحت. جوزي كان شاريه بالفيزا. يعني كان شاري المبرد بالكريدت كارت. فالمهم ايه، رحنا وكده فشوفنا المبرد اللي احنا عايزينه. عجبنا المبرد، خدت المبرد. كان المبرد ده سعره 4600، اللي هو نوعه قطا او اي تي اي. فطبعا والتاني كان سعره حوالي 8000 الا 100. لكن ده طبعا سعره قليل جدا. فانا قلت ايه، انا كده كده ناقصني الكبه بتاعتي باظت. فقلت ايه، ناقصني كبه، هشتري كبه. فاشتريت الكبه اللي هي سوكاني دي انضف نوع. انا كنت محتاره بين سوكاني وبين تاتش. وبعد كده رحت قلت ايه سوكاني، لقيتها القوة بتاعتها اقوى، ولقيتها ان هي 800 واط وفيها 3 اسلحة. فقلت ايه، قلت خلاص انا ايه هاخد سوكاني. بعد ما خدت المبرد وال والكبة، نزلنا عشان نحاسب عليهم وكده. كانت الشبكة واقعة ساعة حريق السنترال وكده. فكانت الشبكة واقعة، مش عارف يسترد الفلوس تاني على الفيزا، لان الفلوس انت طالما دفعاها بالفيزا لازم هو يردها لك على الفيزا. ما ينفعش يديكي فلوس في ايدك، لازم يردلك الفلوس على الفيزا. فقعدنا شوية كتير عشان يحاول يسترد الفلوس على الفيزا. معرفش ان هو يسترد الفلوس على الفيزا عشان خاطر الايه، عشان خاطر الشبكة واقعة. المهم رحت قلت لجوزي خلاص احنا كده كده ناقصنا شوية حاجات في البيت نجيبهم بالمرة. فكان ناقصني المروحة دي لان عندي الريسبشن مش فيه مروحة. فقلت ايه اجيب المروحة دي. جبت المروحة اللي هي الفريش.
اللي هي ال 18 بوصة. بصراحة تحفة تحفة تحفة. انا جربتها الكام يوم دولت، حاجة في منتهى الجمال، بسم الله ما شاء الله عليها بصراحة. وجبت الكاتل دوت. الكاتل ده اسمه اريون. بينور كده ليد من تحت خالص اول ما بتشغليه. كل ده انا هعمل لكم ريفيو عنه وهشغله قدامكم وهتشوفوه وانا بستعمله. وبصراحة الكاتل برضو جميل، جوزي كان مجربه. طبعا انتوا شايفين في مية ان جوزي كان مجربه. وهنا بقى الكبة، بسم الله ما شاء الله. 3 أسلحة، وبصراحة سرعتها جميلة. هي ليها سرعتين اتنين، يعني سرعة 1 وسرعة 2. الصراحة ما شاء الله. السرعة بتاعتها حلوة، ان هي بتلف كتير. وما شاء الله الأسلحة بتاعتها جميلة، وهي استلس كده، استلس كلها، حتى السكينة بتاعتها استلس. والسكينة بتاعتها اللي هي التلاتة سلاح دي، فبسم الله ما شاء الله جميلة. ومعاها كمان كده الاسباتيولا اللي هي تحت دي، اللي هي بتنضفي بيها الجناب. انا هجربها معاكم في فيديو وهوريكم بتفرم الحاجة ازاي يعني. وهي كبيرة، هي 2 لتر. فما شاء الله يعني. انا لسه ما جربتهاش، بس هجربها وهقول لكم برضو ايه عجبتني او مش عجبتني. يعني هقول لكم عجبتني ولا ما عجبتنيش. لكن انا جربت الكتل، حلو جدا وشكله كمان جميل. وجربت المروحة كمان من اول ما جيت بصراحة وهي شغالة، بسم الله ما شاء الله. احلى من مروحة السقف 100,000 مرة. انا دلوقتي طفيت مروحة السقف وبقيت مشغلة دي، بس هي مشكلتها بس ان هي ايه، الصوت بتاعها. لكن المروحة السقف ما فيهاش صوت، لكن دي مشكلتها في الصوت. لكن بصراحة هواها جميل جميل بصراحة. والكبة بصوا زي ما انتوا شايفين اهي، ليها السرعتين. هوريها لكم من فوق اهو. ليها زرار لاول سرعة، وليها زرار تاني لتاني سرعة. بصراحة بصوا اهي، هنا مالك هو اللي كان بيدوس عليها. بصراحة هي جميلة. بس انا لسه ما فرمتش فيها حاجة، يعني ما افرم فيها حاجة هقول لكم. بس انا شفت ريفيوهات عنها ان هي حلوة وكده. هي سكاني. انا كنت متعقده من الماركه، بس سكاني حلوه في الاجهزه الصغننه اللي هي زي مكوه الشعر، استشوار، مكن الحلاقه، الكبه، الحاجات الصغننه. لكن الحاجات الكبيره بصراحه انا جربت المبرد وطلع مش حلو خالص. معرفش دوت عيب صناعه ولا هي كده، مش عارفه بصراحه. يعني ده انا مش عارفاه. او ممكن يكون عيب فيها، يعني ممكن يكون عيب فيها عايزة تتصلح. هنا المروحة بقى وهي شغالة بصراحة جميلة. احنا اول ما جينا جوزي راح مركبها على طول وراح مشغلها، وحطيناها بقى في الأوضة بتاعة النوم بتاعتي، رغم ان عندي مروحة سقف في الأوضة، بس انا حبيت دي اكتر. ماشي اهو. المبرد بقى، المبرد اللي هو اسمه قطا او ATA. بصراحة طلع هو رخيص، ارخص من التاني بكتير، يعني يعتبر نص تمن التاني. بس الصراحة جميل جدا. السقعية بتاعته جميلة، بيطلع مية كده مشبرة. بيعمل المية السخنة مية سخنة جدا، سخنة اللي هي سخنة مغلية زيها زي الكتل. لكن التاني كانت المية السخنة بتاعته مش قد كده برضو. لكن المية الساقعة بتاعته كانت خفيفة جدا. لكن دوت بصوا بسم الله ما شاء الله، المية الساقعة ساقعة ساقعة، يعني السقعية بتاعته ساقعة، اللي هي يعني مشبرة، اللي هي مية خارجة من الفريزر مثلا. اللي هو انت حابه مثلا تبرديها عادي برديها. لكن عايز تشربيها ساقعه كده، انا بحب الميه الساقعه اللي هي ايه، فيها قطع تلج. انا بحب الميه الساقعه كده.
فهو بصراحة ده نفس النظام، اللي هي المية الساقعة، الساقعة ساقعة اللي هي ساقعة جامد. فبصراحة عجبني جدا. هو الراجل قال لي ان هو الماركة بتاعته دي بتعمل اجهزة كتير، والاجهزة بتاعته شغالة مفيش منها اي عيوب ولا اي حاجة. بس هو مش فيه تلاجة من تحت، فيه حافظة. دي حافظة بتحطي فيها الحاجة الساقعة او الحاجة السخنة. بس هو بيقول لي الساقعة اكتر بتقعد فيها 6 ساعات محتفظة بالسقوعية بتاعتها. فقلت هبقى اجرب كده، بس انا بصراحة ما جربتهوش. لكن جربت المية الساقعة. احنا كده كده جايبينه علشان المية الساقعة. فالمية الساقعة بتاعته رحم لي التلاجة جدا، يعني خلالي التلاجة دلوقتي ما بنفتحهاش خالص. انا كان عندي التاني، وكان ولادي برضو بيلجأوا للتلاجة ويروحوا يفتحوا التلاجة يشربوا منها. دلوقتي انا شلت كل المية من التلاجة وسبت لهم ده بس. بصوا، حتى المكان اللي هو بيتحط فيه الكوبايه المكان عريض كده، كبير ان هو يتحمل الكوبايه، تحطي عليها الكوبايه. لكن التاني كان مكان كنز كده صغنن، ما ينفعش يتحط فيه الكوبايه. وكمان السعه بتاعته، السعه اللي هو المكان اللي استلس 5 لتر. بيخزن جواه 5 لتر ميه. يعني ده المكان اللي هو بيتخزن فيه ميه، بيتخزن جواه 5 لتر. التاني كان بيتخزن جواه 3 لتر بس، لكن ده بيتخزن جواه 5 لتر ميه. فبصراحة تحفة، تحفة، عجبني جدا. وسعره رخيص جدا. هو كان عامل 4600. لما اشتريت 4 أجهزة قالوا لي كده معمول لك خصم 20%، فوقف عليا ب4100 أو 4075 حاجة كده. يعني قل من تمنه كتير جدا، عشان خاطر هم عاملين مبادرة كده اسمها على وش جواز. لو خدتي أكتر من جهاز، اللي هي الحاجات البسيطة دي، لو خدت اكتر من جهاز بيتعملك عليها خصم. فطبعا انا اشتريت 4 أجهزة من الحاجات الصغننة، اللي هي المبرد والكتل والمروحة اسمها ايه دي. يعني اشتريت ال4 حاجات دولت، فاتعمل لي عليهم خصم 20%، اللي هي في المبادرة بتاعت على وش جواز. بس كده، والحمد لله اشتريتهم وطلعوا حلوين جدا، والحمد لله على كده. وقلت اما اقول لكم بقى واعمل لكم ريفيو عنهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.